اهلا بيكم طلاب الصف الاول اعدادي في الدرس الثاني من شرح الهندسه. الدرس الثاني بنتكلم فيه عن بقيه العلاقات بين الزوايا. لو عندي مستقيمين اتقاطعوا مع بعض وعملوا حرف اكس فبينتج عندي 4 زوايا. 4 زوايا في منهم كل زاويتين قصاد بعض، الاقي الزاويه دي قصاد الزاويه دي والزاويه دي قصاد الزاويه دي. ففي عندي قاعده بتقول لي لو انا عندي مستقيمين اتقاطعوا فان كل زاويتان متقابلتان بالرأس تكونان متساويتان في القياس. يعني الزاويه دي هتكون قد الزاويه دي لانهم متقابلين بالرأس صادين في بعض كده، والزاويه دي هتكون قد الزاويه دي متقابلتان بالرأس. المثال الاول بيقول لي في الشكل المقابل، الشكل اللي هو مرسوم معانا ده مستقيم اللي هو اسمه باء هاء، والمستقيم ألف د. الاتنين اتقاطعوا مع بعض فنتج عندي ادي اول زاوية وادي الزاوية التانية وادي التالتة والزاوية الكبيرة اللي طالع منها شعاع. فبيقول لي هنا انا عايز اجيب الزوايا اللي فيها علامة استفهام دي. خلي بالك ان انت عندك هنا المستقيم ده قاطع المستقيم ده، اذا الزاوية دي اللي هي اسمها ألف ميم هاء هتساوي زاوية باء ميم د. ازاي يا مستر؟ الاتنين دول متقابلتان بالرأس. حد هيقول لي ازاي متقابلتان بالرأس وانا عندي الشعاع ميم جيم؟ اقول له خلي بالك ان انت عندك المستقيم الاولاني اهو والمستقيم التاني اهو، فانا كده الزاويه دي هتساوي الزاويه دي بالتقابل بالراس. طب هو لو طلع لي شعاع من هنا انا ماليش دعوه بيه، هتكون دي كلها بتساوي دي كلها لان هما متقابلتان بالراس. نكمل. همسك اول زاويه اللي هي الف ميم هاء قياس زاويه الف ميم هاء هيساوي الزاوية دي كلها اللي هي عبارة عن مجموع الزاوية 115 و28. فأنا عندي هنا الزاوية دي كلها هتساوي الزاوية دي. طب الزاوية دي عبارة عن زاويتين اللي هي 115 زي ما قلنا و28، أجمعهم مع بعض هيطلع مجموعهم 143 درجة. كده أنا جبت الزاوية الأولانية. طب هو هنا عايز نجيب الزاوية التانية. خلي بالك خبي الجزء اللي فوق وده عبارة عن مستقيم، وعرفنا ان الزاوية المستقيمة بيكون قياسها 180 درجة. طب انا عندي من ال 180 كام؟ عندي الزاوية دي اللي انا لسه جايبها اللي هي ب 143. فهقول له اذا الاول اقول له بما ان الف د خط مستقيم يبقى اذا قياس زاوية، انا عايز الزاوية دي اللي هي اسمها هاء ميم د، هاء ميم د هتساوي 180 ناقص 143 هتطلع ب37 درجة. يبقى انا جبت الزاوية دي. ناقص معايا الزاوية الأخيرة. فين الزاوية الأخيرة؟ اللي هي دي. خلي بالك الزاوية دي بتقابل بالرأس مين؟ بتقابل بالرأس الزاوية اللي انا لسه جايبها، واحنا قلنا ان كل زاويتان متقابلتان بالرأس بيكونوا متساويتان في القياس. فاذا الزاوية دي هتساوي الزاوية دي. طب الزاوية دي اسمها ايه؟ اسمها الف ميم باء. خلي بالك في تسمية الزوايا انا دايما بخلي راس الزاوية في النص، يعني ببدأ من الحرف بعد كده راس الزاوية اللي عندي وبعد كده بروح على الشعاع التاني. يبقى اذا قياس زاوية ألف ميم باء هتساوي قياس زاوية هاء ميم د بالتقابل بالرأس. يبقى إذا قياس زاوية ألف ميم باء هتساوي زي زاوية هاء ميم باء ميم د 37 درجة. في الرياضة وفي الهندسة تحديدا بنحاول ان احنا نختصر.
فدايما تلاقيني كاتب لك هنا كلمة قياس باخد منها الحرف الأولاني واكتب قاف، وزاوية دي رمزها، لأن احنا عارفين إن الزاوية هي عبارة عن اتحاد شعاعين. الحاجة الثالثة والمهمة جدا في تسمية الزاوية، الزاوية احنا عارفين إن هي بتتكون من شعاع وشعاع كمان، يعني شعاعين اتحدوا مع بعض في نفس نقطة البداية. فلما باجي أسمي ببدأ أسمي النقطة دي وبعد كده اللي في النص وبعد كده الأخيرة. هنا عندي شوية مسائل هنحلهم مع بعض علشان نثبت الفكرة بتاعتنا. بيقول لي في كل من الأشكال الآتية إذا كان، المسألة الأولانية بيقول لي إذا كان ألف باء تقاطع ج د، أدي ألف باء اللي هو الخط المستقيم، تقاطع ج د، دول خطين مستقيمين تقاطعوا مع بعض، فخلي بالك إن هما يعملوا زوايا متقابلة بالرأس، اتقاطعوا في ميم، فاوجد قياس الزاوية المطلوبة بكل شكل. هو مديني ان المستقيمات ألف باء وجيم د في الثلاث مسائل اتقاطعوا مع بعض في ميم، وعايزني اجيب الزوايا اللي هو قايل لي عليها في كل شكل. اول مسألة بيقول لي انا عايز قياس زاوية ألف ميم جيم. طب فين زاوية ألف ميم جيم؟ ادي ألف ميم جيم اللي هي الزاوية دي. خلي بالك مش الزاوية دي اللي بيقابلها بالرأس، انهي زاوية بالظبط؟ هي الزاوية دي كلها. انا سامعك اللي بتقول ازاي دي كلها مع ان ده خارج منها. انا ماليش دعوة باللي خارج من رأس الزاوية، دول مستقيمين اتقاطعوا مع بعض، فاذا كل زاويتين متقابلتين بالرأس هيكونوا متساويتين. ان شاء الله يخرج لي من هنا 100 شعاع، بس كلهم مع بعض هيساوي اللي قصادها اللي مقابلة ليها. فاذا قياس زاوية ألف ميم جيم هتساوي الزاوية دي زائد الزاوية دي اللي هو 45 زائد 25 اللي هو هيساوي 70 درجة. علشان الشرح يكون واضح معاكم، أنا عندي أودي أول مستقيم وادي مستقيم تاني اتقاطع معاه، فأنتج عندي 4 زوايا. الزاوية رقم 1 هتساوي الزاوية رقم 2 بالتقابل بالرأس، والزاوية رقم 3 هتساوي الزاوية رقم 4 بالتقابل بالرأس. دايما خلي الشكل ده في دماغك علشان ما تنساش. وعندي في المسألة التانية هنا بيقول لي أنا عايز زاوية د م هاء، د م هاء دي كلها أجيبها إزاي؟ الأول زاوية د م هاء دي عبارة عن زاويتين، الزاوية اللي هي فيها 70 دي، والزاوية التانية اللي هي د م باء اللي هي دي كده. خلي بالك مش انت عندك ادي اول شعاع، دايما لما تيجي ترسم علشان تاخد بالك هات قلم سنه تخين وارسم واتك على الشعاعين عشان تبقى عارف هما فين. ادي الشعاعين اللي عندي، نتج عنه الاربع زوايا بتوعي. الاربع زوايا بتوعي اللي هي زاوية 50 دي هتقابل بالرأس الزاوية دي، فاذا زاوية د م هاء هتكون عبارة عن 50 زائد 70. يبقى اقول له اذا زاوية د م هاء هتساوي 70 زائد 50 اللي هي هتساوي 120 درجة. هنا بيقول لي انا عايز قياس زاوية باء م د، باء م د، انا عايز الزاوية دي. خلي بالك اعمل دايما اللي انا قلت لك عليه وارسم على الخطين المستقيمين اللي هو مديهم لك بقلم تاني علشان تبقى عارف هما فين. ادي المستقيم الاولاني وادي المستقيم التاني انا محسن لك عليه بالقلم الاحمر. هي مش الزاوية دي بتقابل الزاوية دي؟ ايوه يا مستر صح، كلام حضرتك مظبوط. طب الزاوية دي انا اجيبها ازاي؟ اللي هي دي كأننا مش شايفين اللي تحت، هو مش ده كله خط مستقيم؟ مظبوط، يعني مفروض ان الزاوية دي كلها مش ب180 واحنا خدنا كده في الحصة اللي فاتت. مظبوط، الزاوية اللي موجودة هنا اللي عاملة شكل مربع قلنا ان بيكون قياسها 90 درجة.
فلو شلت من ال 180 90 هيتبقى عندي كام؟ هيتبقى 90 كمان. خلي بالك في الزاوية دي حاطط نجمة وفي الزاوية التانية برضه حاطط نجمة. معناهم ايه؟ مفيش حاجة بتتحط في الهندسة تحديدا الا ويكون ليها معنى. طالما حاطط هنا نجمة وهنا نجمة، معنى كده ان هو بيقول لك ان الزاوية دي قد الزاوية دي في القياس بالظبط. فهقسم ال90 الباقية عليهم هما الاتنين، كل واحدة هتبقى 45. لو جيت جمعت 45 و45 90 90 و90 180 اللي هي الزاوية دي كلها. ارجع تاني للزاوية اللي انا عايزها اللي هي د م باء، اللي هي دي مين اللي بيقابلها؟ ألف م ج. يبقى إذا قياس زاوية ب م د هتساوي قياس زاوية ألف م ج اللي هي هتساوي 45 درجة. هنا أنا عايزك تبدأ إن أنت واحدة واحدة في الكشكول بتاعك بتاع الحصة وتبدأ تحل لي المسألتين دول مع بعض. معاك 5 ثواني، ولو احتجت وقت أطول ممكن تعمل بوز للفيديو وتبدأ إن أنت تحلهم براحتك. هنا أنا عندي قياس زاوية ألف م ه اللي أنا عايزها. ألف م ه الزاوية دي، خلي بالك إن دول مستقيمين متقاطعين مع بعض، الزاوية دي كلها بتساوي الزاوية دي كلها. طب دي كلها ب150، المفروض إن دي كلها ب150. أنا معايا من ال150 80، يبقى أقول 150 ناقص 80 علشان أجيب الزاوية اللي هو عايزها، هيديني 70 درجة. دي أول مسألة. المسألة التانية عايز قياس زاوية ج واو باء، ج واو باء اللي هي الزاوية دي، والزاوية دي بيقابلها الزاوية دي كلها. وعرفنا طالما حط لي في زاويتين نجمتين معنى كده ان الزاويتين قد بعض. طب في واحدة هنا ب55 يبقى التانية زيها بالظبط 55. فإذا الزاوية اللي أنا عايزها هتكون عبارة عن مجموع الزاويتين دول اللي هو 55 زائد 55 اللي هيطلع لي ب110 درجة. ندخل على النقطة التانية المهمة جدا ومش عايزك تنساها لأن هي سؤال مضمون دايما في الامتحانات بتاعة الهندسة. الزوايا المتجمعة حول نقطة واحدة. التعريف ده عايزك تحفظه لأن هو سهل ومضمون زي ما أنا قلت لك. بيقول لي مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة واحدة بيساوي 360. معنى إيه الكلام ده يا مستر؟ معنى كده إن أنا لو عندي مجموعة من الأشعة أو من الشعاعات اللي خارجة عندي من نقطة واحدة، لو جيت جمعت الزاوية دي زائد الزاوية دي زائد الزاوية دي وجمعتهم مع بعض هلاقي إن مجموعهم كله 360 درجة. هنحل أمثلة مع بعض علشان نشوف الكلام ده. في الشكل المقابل أنا عندي زاوية 2 3 4 زوايا. الأربع زوايا دول متجمعين حول نقطة واحدة، متجمعين فعلا حول نقطة واحدة، إذا مجموعهم مفروض ب 360. طب أنا عندي زاوية وعارفها اللي هي 45، والزاوية التانية برضو عارفها اللي هي 110، والزاوية التالتة عارفها اللي هي ب90. عرفت منين يا مستر إن هي ب90؟ هو مش كاتب لي حاجة. قلت لك طالما عمل لك المربع ده اعرف إن هي زاوية قائمة يعني ب90. طب أنا عايز أجيب الزاوية دي، مش إحنا قلنا إن مجموعهم كله ب 360؟ مظبوط. معنى كده ان انا لو جمعت ال110 وال45 وال90 كلهم مع بعض وطرحتهم من ال360 هيديني الزاويه اللي فاضله. معنى كده ان انا لو قلت ان 360 ناقص مجموع الثلاث زوايا اللي هو 110 زائد ال90 زائد ال45 هيساوي عندي 115. جمعتهم الأول مع بعض وبعد كده طرحتهم من ال 360. المسألة التانية عندي بيقول لي أنا عايز قياس زاوية باء م ج. باء م ج اللي هي الزاوية دي. عرفت إن عندي الشعاع الأولاني والتاني والتالت متجمعين حول نقطة واحدة، فإذا مجموع الزوايا دول كلهم عاملين مع بعض دايرة كده ب 360. فأنا عندي من ال 360 150 و90 اللي هم 240 هطرحهم من ال 360 عشان اجيب الزاويه اللي ناقصه. معنى كده ان انا لو قلت 360 ناقص افتح قوس اجمع الزاويتين اللي عندك، الزاويه الاولانيه اللي هي 150
زائد الزاوية التانية. عرفنا ان الشكل ده معناه ان هو 90 درجة، يبقى 90. كل الكلام ده هيساوي عندي 120 درجة. دي أمثلة عايزك برضو تحلها في كراسة الحصة بتاعتنا وتتأكد من الحل من اللي أنا هحله. المسألة التانية عندي دي مهمة ولو حلتها أنا بحييك جدا. أنا عندي عايز أجيب زاوية ألف ميم دال. ألف ميم دال، أنا عرفت إن مجموع الزوايا المتجمعة حول نقطة واحدة بيساوي 360 درجة، فأنا عندي 110 و70، وعرفنا طالما حاطط لي نجم هنا ونجم هنا معنى كده إن الزاويتين دول قد بعض. فأنا هجمع الزاويتين دول وهطرحهم من ال 360، هلاقيهم مجموعهم 180 ناقص 360 ب 180. معنى كده ان الزاويه دي والزاويه دي ب 180. مش انا قايل لك ان هنا نجمه وهنا نجمه، معنى كده ان الزاويتين دول قد بعض. فاذا هقسم ال 180 على دي وعلى دي، يعني لو 180 هقسمها على 2 هتطلع عندي ب 90 درجه. اذا الزاويه دي قياسها 90، برضو الزاويه دي زيها قياسها 90 درجه. الفكرة الثالثة اللي معانا في الدرس بتاع النهاردة اللي هي منصف الزاوية. لو أنا عندي زاوية قياسها مثلا 80، وجيت خرجت منها من عند راس الزاوية شعاع قسم ال 80 دي بزاويتين قد بعض كل واحدة 40، فالشعاع اللي اترسم ده بنسميه منصف الزاوية. فتعريف منصف الزاوية هو الشعاع الذي يقسم الزاوية إلى زاويتين متساويتين في القياس. ودايما الزاويتين اللي قد بعض زي ما اتعلمنا بيحط لي فيهم شكلين زي بعض، يا اما يحط لي في كل زاوية نجمتين، يا اكسين، يا علامة صح. فبفهم من كده ان الزاوية دي قد الزاوية دي. هناخد امثلة على الكلام ده. بيقول لي أنا عايز قياس زاوية هاء ميم جيم. هاء ميم جيم اللي هي الزاوية دي كلها. أقول له حاضر. زي ما اتعلمنا إن ده خط مستقيم أهو، أنا بعلمه لنفسي، وده خط مستقيم كمان اتقطعوا. نتج عندي إن الزاوية دي هتبقى قد، خلينا بقلم تاني، الزاوية دي قد الزاوية دي كلها بالتقابل بالرأس. يعني المفروض ان الزاوية دي كلها 120. طب هو في هنا منصف، عرفت منين يا مستر ان في منصف؟ لان انا لقيت هنا نجمة وهنا نجمة، فهقسم ال 120 على الاتنين، فالزاوية دي هتبقى ب60 ودي ب60. بس هو مش عايز الزاوية دي، ده عايز من اول هنا كده لحد هنا. هقول لك طيب في الجزء اللي تحت مش دي زاوية مستقيمة؟ مظبوط، يعني المفروض ان قياسها كلها يكون 180 درجة. دي كلها مفروض يكون قياسها 180 درجة. انا معايا من ال 180 درجة كام؟ معايا منهم 120. هطرح 120 من ال 180 هيتفضل معايا 60. اذا الزاوية اللي هو عايزها هتكون عبارة عن الزاوية دي زائد الزاوية دي. طب دي بكام؟ قلنا ب60 ودي برضو ب60. فإذا قياس زاوية هاء ميم جيم هتساوي قياس زاوية هاء ميم جيم هتساوي قياس زاوية هاء ميم دال. هاء ميم دال زائد قياس زاوية دال ميم جيم. ده كله هيساوي 60 زائد 60 120 درجة. الواجب بتاعنا هتحله في كشكول الواجب. احنا اتفقنا مع بعض ان احنا هيكون معانا كشكولين، واحد بنحل فيه مع بعض في الحصة والتاني بنحل فيه الواجب اللي انا بديهولك. الواجب ان شاء الله هيكون في بداية الحصة اللي جاية، واشوفكم ان شاء الله على خير.